الشركات بتتلاعب بينا وقادرة على ان هي تخش جوه دماغنا وتزرع افكار. لا لا لا، مش فيلم خيال علمي. تعال احكي لك فضيحة فتحت عيون العالم على مصيبة. سنة 2018 شركة كامبريدج أناليتيكا اتفضحت فضيحة كبيرة جدا بسبب ان هم استخدموا بيانات 50 مليون مستخدم من مستخدمين الفيسبوك ومن غير علمهم عشان يصنعوا محتوى يأثر عليهم وعلى قراراتهم. اصلي لما اعرف انت بتحب ايه وبتخاف من ايه اقدر العبك واثر على قراراتك. تخيل ان شركة تبقى قادرة على التأثير في نتائج انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية وتخلي دونالد ترامب يكسب، وتبقى قادرة على التأثير على الشعب البريطاني وتخليهم يصوتوا للخروج من الاتحاد الأوروبي، وكان ليها تأثير في انتخابات بلاد تانية والتأثير على السياسة فيها زي البرازيل والهند وكينيا. اتقفلت الشركة سنة 2018 بعد الفضيحة، لكنها ما كانتش مجرد شركة، دي كانت فكرة التلاعب ببيانات الناس عشان تقدر تتحكم في قراراتهم. والفكرة مش بتموت. يمكن نكون قدرنا ان احنا نقطع راس التعبان، بس بدل راس التعبان طلع 1000 راس. شركات اشرس واقوى قادرين ان هم يتخفوا ومحدش يعرف عنهم حاجة. شفنا ازاي العالم تفاعل مع روسيا واوكرانيا، وشفنا ازاي الناس اتشحنت ضد القضية بتاعتنا، وده ادى لحوادث عنف حول العالم كان منها ضحية طفل صغير في امريكا. صديقي، انت اتغسل مخك قبل كده، ما تستغربش، مش لوحدك.